السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الفول المدمس اللي ما بيخلاش منه اي سحور في رمضان. معانا ايه؟ معانا فول تدميس، اللي هو ده. طبعا الفول ده انا غسلاه كويس جدا من قبلها بيوم ونقعاه في مية، ودلوقتي غسلته وشطفته تاني من المية اللي كان منقوع فيها وصفيته. ادي النص كيلو فول، ومعانا نص كوباية عدس اصفر، ونص كوبايه فول مدشوش اللي هو الفول بتاع الطعميه. ومعانا ايه كمان؟ معانا نص ليمون. طيب انا عندي الفواله، بس الفواله بتاعتي المونيا، انا ما بحبهاش بصراحه، لان الالمونيا لقيتها بتاكسد مع الفول، فبتخليه يسود مني بعد كده. فعندي الحله اللي استانلس، بتكون حله كبيره شويه، هحط فيها الفول زي كده واحط عليها العدس. وادي معايا الفول المدشوش بتاعي، برضو مغسول ما اتنقعش، مغسول بس. هقلبهم بس تقليبه مع بعض كده. وهعمل ايه كمان؟ وهحط معاهم النص الليمونه بتاعتي. طيب انا هحط الليمونه بقشرها؟ لا، انا هعصر بس عصره نص ليمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. عصره نص ليمونه بس، ومش هحط القشره بتاعتها لانها بتاكسد مع الفول فبرضه بيسود مني. هعمل ايه كمان؟ عندي ميه مغليه هحطها عليه. بسم الله. هعمل ايه تاني دلوقتي؟ انا هحطه على البوتاجاز لما يغلي معايا، وبعدين هنبتدي نهدي عليه خالص. تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. اول ما الفول ابتدى يقلب معايا كده على البوتاجاز ويغلي، انا عندي الرمل اللي طلع ده ممكن اشيله، عشان برضو يعني اساعد الفول ان هو ما يأكسدش وما يسودش مني. هشيل الرم ده على قد ما اقدر يعني. بعدين هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اهدي البوتاجاز خالص خالص، اهدى حاجة عندي، وهسيبه بقى يستوي مع نفسه. ونرجع تاني لما نشوف ايه، يعني كل شويه كده نرجع نبص عليه نشوفه عايز ميه او لا، بس نحاول ايه ان احنا ما نفتحش عليه كتير برضو عشان ما يسودش مننا. اغطي عليه خالص. دلوقتي يا حبايبي هنفتح نشوف بقى دلوقتي هو وصل للتسويه شكلها ايه، او تسويته دلوقتي شكلها ايه. احنا هنعمل ايه؟ هنمسك واحده ونشوف ايه استوت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بصوا ما شاء الله استوى سوا حلو جدا. طيب انا شايفه دلوقتي ان هو مثلا الميه بتاعته ميه خفيفه كده، يعني صايصه كده. ممكن اللي بيحب كده مفيش مشكله، بس انا عايزه اتقل قوام الفول معايا شويه. هعمل ايه؟ عندي 3 معالق من الدقيق، وعندي معلقه صلصه. ليهم بديل تاني اللي هو معلقتين من النشا، ومعلقه من البابريكا الحمراء. احنا هندوب دول مع بعض بشوية مية منهم من الفول بتاعنا كده، عشان يدينا قوام الفول اللي بنجيبه من بره. نحطها بقى مع بعض، ايد بتحط وايد بتقلب، ونسيبه يقلب مع بعضه كده لمدة 10 دقايق، ونرجع نشوف القوام بقى شكله ازاي. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. بصوا يا جماعة، قوامه حلو جدا بقى، قوامه تقيل كويس، يعني ده المطلوب، مش مية كده مية وخلاص، لا ليه قوام حلو. وهو لونه جميل ازاي ما شاء الله، وريحته تحفة والله، ريحته جميلة. بصوا فولنا. وادي يا جماعة شكل الفول بتاعنا بعد ما خلص. يا رب يكون عجبكم الفيديو النهاردة، واكون قدرت افيدكم يعني النهاردة ان شاء الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والشير والمتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.